السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد سوبر هاتريك كريستيانو رونالدو أمام الوحدة. قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليلة رائعة سجل من خلالها سوبر هاتريك في شباك الوحدة في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي في مباراة إنتهت بفوز النصر 4-0. بهذا الفوز بات النصر في صدارة جدول الترتيب برصيد هدافي 37 نقطة بفارق الأهداف عن الشباب، بينما تجمد الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة. وعلى مستوى الأهداف رفع رونالدو رصيده للهدف رقم 5 في 3 مباريات في الدوري السعودي بواقع هدف في شباك الفتح و4 في مرمى الوحدة. ويتصدر البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 هدفا، متفوقا بفارق هدفين عن مواطنه كارلوس جونيور لاعب الشباب صاحب 11 هدف. ثم يتقاسم الثنائي عبد الرزاق حمد الله وفراس البريكان المركز الثالث برصيد 9 أهداف. ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد الفوز النصر على الوحدة: أندرسون تاليسكا النصر 13 هدفا، كارلوس جونيور الشباب 11 هدفا، عبد الرزاق حمد الله الاتحاد وفراس البريكان مع الفتح 9 أهداف، أوديون إيغالو الهلال 8 أهداف، كريستيان جوانكا الشباب 7 أهداف، أنطواني نواكامبي الفيحاء ويوسف الشمري الباطن كليهما 6 أهداف، كريستيانو رونالدو النصر وسعد بقير أبها سانتيمينا الشباب جميعهم 5 أهداف. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، إلى اللقاء متابعي الأعزاء.